في شهر اكتوبر سنه 2021 سحبات الجزائر الانبوب ديالها اللي كدوز به الغاز لاوروبا من المغرب، وهذا الشيء بسبب الاعتراف ديال امريكا وبزاف ديال الدول الكبرى بمغربيه الصحراء. وبطبيعه الحال هذا القرار اللي خدته الجزائر اثر على فاتورات الكهرباء في المغرب، لان المحطات اللي كينجدوا بحال محطه طهطر اللي كاينه في مدينه طنجه وزيد عليها محطه عين بني مظهر ما بقاوش خدامين، ولان المغرب اصلا كيستورد 90% من الحاجيات ديالو الطاقيه. ولكن اللي خاصكم تعرفوه هو ان المغرب هذه سنين وهو كيقلب على الغاز على الاراضي ديالو، وقبل اصلا ما تقطع الجزائر العلاقات ديالها معاه، وهذا الشيء من سنه 2000 حتى ليومنا هذا، بحيث ان المغرب وفر بزاف ديال الرخص لشركات عالميه باش تبدا تنقب على الغاز والنفط على الاراضي ديالو. وطيله هاد السنوات كاملين من سنه 2000 حتى لسنه 2022 قدرت هاد الشركات انها تحفر 67 بير في بزاف ديال المناطق، ولقاو ان 40 بير من اصل 67 هما اللي فيهم كميات محترمه من الغاز الطبيعي. واغلب الشركات اللي باقيين خدامين في هذا المجال هما شركات بريطانيه بحال شركه ساوند انرجي وشركات اس دي اكس انرجي وشركات بريداتور اويل اند غاز، وزيد عليها شركات شاريوت. وكل وحده من هذه الشركات البريطانيه شاده قنت في المملكه وكتقلب فيها على الغاز الطبيعي، وقدروا كاملين انهم يلقاو كميات كبيره من الغاز الطبيعي في العام 2000. لان شركه شاريوت اعلنت في شهر يناير من سنه 2022 انها لقات كميات كبيره من الغاز الطبيعي في حقل انشوا اللي كيتواجد في سواحل مدينه العرائش، وكتوقع هذه الشركه انها غادي تخرج اكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في هذه المنطقه. والحصه ديالها من هذا الاكتشاف وصلت ل 75%، والمغرب غادي يبقى يستافد من 25% اللي بقات. وفي سنه 2024 غادي تكون هذه الشركه انتجت اول كميه ديال الغاز طبيعي في هذا الحقل. وشركه بريداتور اند غاز توصلت حتى هي بكميات كبيره من الغاز الطبيعي في حقل القرسي، وكتوقع هذه الشركه انها غادي تخرج من هذه المنطقه 390 مليار قدم مكعب من الغاز، والحصه ديالها من هذه الاكتشافات غتكون 75%، و25% اللي بقات غادي يبقى يستافد منها المغرب. اما بخصوص شركه اس دي اكس انرجي فحتى هي اعلنت على اكتشاف الغاز في شمال المغرب واللي تقدر توصل الكميه ديالو ل 400 مليار قدم مكعب، وكالعاده غادي تبقى تستافد هذه الشركه من هذا الغاز بنسبه 75%، والمغرب غادي يبقى يستافد من 25%. لكن كيبقى الاكتشاف المهم اللي غادي يخلي المغرب من بين الدول اللي كيصدروا الغاز في المستقبل هو الاكتشاف ديال شركه ساوند انرجي اللي بدات التنقيب ديالها على الاراضي المغربيه من سنه 2016 بحقل تين ضراره، لان الرئيس ديال هذه الشركه اكد على ان المغرب عنده احتياطات كبيره من الغاز الطبيعي واللي كتقدر توصل ل 20 تريليون قدم مكعب، ونسبه استهلاك الغاز في المغرب كتقدر بمليار متر مكعب سنويا. وهذا الشيء بطبيعه الحال كيأكد على ان المغرب عنده حظوظ كبيره باش يبدا يصدر الغاز سواء لاوروبا وحتى للدول العربيه ابتداء من سنه 2024. وهذه الاكتشافات كاملين غادي ينعكسوا ايجابيا على الفاتوره ديال الضوء في المغرب، لانه بكل بساطه الايرادات ديال المغرب من الحاجيات ديالو الطاقيه غادي تنقص، وغادي يعتمد على الغاز ديالو باش يخدم المحطات الطاقيه ويوفر الضوء للمواطنين بارخص ثمن ممكن. وحتى لهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، نتمنى انها عجبتكم وخديتوا معلومات اللي هي مفيده. ما تنساوش تشجعونا بلي لايك لي كومونتير. ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو ليا في روسكم. سلام.